بالأمس طارت إلى فلسطين فاجعة مرة، حزن عارم في كل بقعة من فلسطين انتشر، سماء تحمل معها مطرا أسود. فبالأمس إعدام أمير بغداد قد وصل الخبر. رجت فلسطين رجا لا يكتب ولا يوصف، بات الصمت دموعنا دمع من القلب قد انهمر. قد أبكانا موتك يا رجلا نعرفه، دق الحزن بيوتنا وقلوبنا وحجارتنا والشجر. جيوش إلى أرض العراق زحفت من بعيد تحمل الموت معها، ملاجئ العامرية ضحيتهم، جريمة قد ارتكبوها ولن تغتفر. على أرض بغداد اجتمع الجياع دون خوف، فأي دولة عربية اليوم ستخيف التتر؟ صدام يعدم، صدام يا أيها الوطن العربي يعدم، ولحظة إعدامه لا سمع لدى الزعامة العربية ولا بصر. يا أيها الزعيم العربي انظر جيدا، أليس صدام من صلب العروبة ومنك انحدر؟ ألم يزرع النصر الشريف في أراضيكم؟ ألم تأكلوا وتشربوا؟ ألم تقطفوا الثمر؟ تركتموه وحيدا يعدم. ألهتكم الدنيا، أجل فلا بد للعيد من لهو ومن سهر. يا فلسطين افخري، ارفع الرأس برجل شريف، رجل ضرب إسرائيل بصاروخ من بغداد إلى فلسطين عبر، رجل قض مضاجع اليهود وأرعبهم. فمن صدام خذوا العبر. صدام حسين قتلوك غدرا لا رجولة منهم، فحتى من أعدمك خلف القناع استتر. ظنوا أنهم ربحوا قتلك فضجوا فرحا، حسبوا أنه عند موتك يكون القتال قد توقف واقتصر. لا لا يا من على جسد صقر العرب قد اجتمعتم، ففي الفلوجة رجال لن يفيدكم منهم حرص أو حذر. ففي بغداد وبعقوبة والفلوجة أسود زأرت، أقسموا بأن يثأروا لدمائك، فالغيث بدأ قطرة ومن ثم انهمر. يا حجيج مكة، يا حجيج مكة صوب بغداد ولوا وجوهكم، فبغداد اليوم قبلتكم، فصوبوا نحوها اليوم النظر. يا حجيج مكة قولوا، يا حجيج مكة قولوا، أشهروا الحق كسيف يقطع. يا حجيج مكة قولوا، أيجوز قتل مسلم في ليلة عيد منتظر؟ يا حكام العرب قولوا، يا أمراء مصر قولوا، فمن غيركم لقتله قد خطط ولقبره قد حفر. يا جبناء الأمة، يا جبناء الأمة، ألا تجروا على صراخها؟ فقسما حدادا على موته حتى النور قد انقطع من القمر. ألا يا أمة عربية، قد رضيت عنك غرف البيت الأبيض. أما هزكم غضب رب السماء والأرض ورب البشر؟ ليس بالغريب عنكم، ليس بالغريب عنكم كم كان ثمن صدام عندكم، كم كان ثمن صدام عندكم. فهل يا ترى من غضب السماء هل من مطر؟ هل يا ترى من غضب السماء هل من مطر؟ هل يا أمة عربية هل من غضب السماء هل من مطر؟ الدم ده دمي واللون ده من طيني،
قد أبكانا موتك يا رجلا نعرفه، دق الحزن بيوتنا وقلوبنا وحجارتنا والشجر. والحضن ده ضمي. جيوش إلى أرض العراق زحفت من بعيد تحمل الموت معها. ملاجئ العامرية ضحيتهم، جريمة قد ارتكبوها ولن تغتفر. يا نخلتي على أرض بغداد اجتمع الجياع دون خوف، فأي دولة عربية اليوم ستخيف التتر؟ قلبي خدوه مني يا عزيز عيني، يا عزيز عيني. صدام يعدم، صدام يعدم، صدام يا أيها الوطن العربي يعدم. غطيني قلبي خدوه مني يا عزيز عيني. ولحظة إعدامه لا سمع لدى الزعامة العربية ولا بصر. يا أيها الزعيم العربي انظر جيدا، أليس صدام من صلب العروبة ومنكم الحذر؟ دم دم. ألم يزرع النصر الشريف في أراضيكم؟ ألم تأكلوا وتشربوا؟ ألم تقطفوا الثمر؟ يا حمام دوح وحطي من تاني. تركتموه وحيدا يعدم، ألهتكم الدنيا، فلا بد للعيد من لهو ومن سهر. بروحي ده عزيز عيني، ده عزيز عيني. يا فلسطين افخري، يا عراق افخري، يا بغداد افخري. ارفع الرأس برجل شريف، رجل ضرب إسرائيل بصاروخ من بغداد إلى فلسطين. على النقيض من التقديرات الأولية، فإن صاروخي باتريوت المضادين للصواريخ اللذين أطلقا أخطأا هدفهما. هذا ما أكده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال نحمان شاي. وكان متحدث عسكري إسرائيلي آخر قد أعلن في وقت سابق أن 3 صواريخ سكاد عراقية أطلقت باتجاه إسرائيل، وأن 2 منها جرى اعتراضهما بواسطة صواريخ الباتريوت، وأن واحدا تمكن من إصابة منطقة تل أبيب. الضربة كانت قوية وقاسية جدا على حد تعبير الجنرال شاي. ومراسل رويتر يؤكد أن الصاروخ العراقي الذي تخطى دفاعات الباتريوت سوى مجموعة من المباني بالأرض لحظة انفجاره. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن العراق أطلق وابلا من الصواريخ على إسرائيل بالرغم من محاولة الجنود الأمريكيين اعتراضها بالباتريوت، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد حذفت أجزاء من تقرير مراسلها بهذا الخصوص. وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت محطة التلفزة الأمريكية NBC من بث تقاريرها بسبب خرقها الرقابة العسكرية الإسرائيلية بشكل خطير. وقال مراسل المحطة مارتن فيلتشر إن الانفجار قد هز حيا بأكمله في تل أبيب. وفيما تتواصل عمليات انتشال الجثث والجرحى من تحت الأنقاض، تتوالى الإحصاءات، حيث أفادت آخرها بمقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين بجروح. الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعا طارئا صباح اليوم لبحث أبعاد الهجوم الصاروخي العراقي. صرح وزير الصحة الإسرائيلي إيهود أولمرت في أعقابه بأن المسألة ليست ما إذا كانت إسرائيل سترد أم لا، وإنما متى وكيف. Israel is not a participant. Israel is not a combatant.